بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيباتي غاليات متتبعات قناة يوميات بلاد سواق، مرحبا بكم. جيتكم اليوم في فيديو صغير، فيديو خفيف ظريف، فقط تكملة للفيديو السابق تاع إعدادات يناير أو الاحتفال بيناير هنا في المنطقة تاعنا. جبت لكم هذه الأكلة التقليدية اللي يحضروها في ثاني يوم من الاحتفالات بهذه المناسبة تاعهم. هنا عندنا حبيباتي كما راكم تشوفوا، عندي هذاك الفريك ولا شوية قمح، كاين اللي يديروا بالقمح وكاين اللي يديروا بالفريك ونشمختو ليلة من قبل. هنا أنا خلطت شوية فريك وشوية قمح، غسلتهم مليح وبيتهم في الماء تنخو الصباح. شوفوا كيف لقيتهم منفخين. عندي هنا كذلك شويه حمص مشمخ ماهوش طايب، هذا ثاني انا غير بيتو في الماء الصباح، غير غسلته فقط كما راكم تشوفوا فيه. عندي الفول حبيباتي، نفخته في الماء ليلتين ولا 3 ايام من قبل حتى تنفخ مليح وعاودت قشرته. يبان لي الطريقه هذه انا درتها معكم من قبل في فيديو سابق كيفاش تحتفظي به بالطريقه هذه. نجوز مباشرة لطريقة التحضير. هنا الخدمة في المهرس التقليدي تاع النحاس ما نحتاجوش الروبو. عندنا كمية كبيرة تاع الثوم كما راكم تشوفوا، عندنا لي زيبيس، عندنا فلفل احمر حار وحلو، عندنا ثاني الكزبر مرحي، عندنا الملح، عندنا الفلفل الاكحل، وعندنا الكركم، وعندنا ثاني ملعقه صغيره من العرق الاصفر. انا هنا كنت خلطتها في الكركم، نسيت ما قلت لكمش عليها. تحطي هاد لي زيبيس تاعك كامل فوق الثوم، تخلطيهم مع بعضهم فوق الثوم هكا باسكو راحين نهرسوهم، والثوم يحتاج شويه هكا من الملح باش يتهرس لك فاسيلمون. هنا غالياتي عندي هذه الكليله، مانيش عارفه كيف يسميوها في بعض المناطق، لكن هي الكليله عباره عن البن مغلي ومن بعد مصفي ومقطر وتيبسيه. هذه هي الكليله. ان شاء الله اللي ما فهمتهاش ولا تقول لي نشرح لكم عليها في فيديو سابق، في فيديو قادم ان شاء الله. عفوا. هنا غالياتي عندي هذا راهي طماطم مجففه. الطماطم تشلحيها وديري لها الملح وتشيحيها في الشمس. كاينه اللي تتباع وكاين اللي يخدموها وحدهم في الدار. تزيديها ثاني في المهرس وتهرسي كل شيء مع بعض. شوفوا حبيباتي، بعد ما هرسنا هذه المكونات كامل، هذه هي الخلطه اللي تحصلنا عليها. انا هنا حطيتها قدامكم في بول، حطيت عليها 2 ملاعق ولا تقريبا 3، يعني بالتقريب 3 ملاعق تاع الزيت. حطيت عليها مغرفه كبيره تاع طماطم كونسونطري، ومن الاحسن يعني ما تكثريش باسكو هذيك الطماطم المجففه اي تمد لون. هنا واش زدت عليها كاس تاع مسخون. وفي لو طون هذا كانت الكوكو تاعي تنفست، فتحت عليها لقيت الشرشم تاعي طاب بالطريقه هذه. هنا راهو طاب غير في الماء والملح وحطيت له قطره تاع زيت. شوفوا غالياتي كيفاش طاب. زدت عليه هذاك الدوزان وقفلت عليه الكوكوط ما 5 دقائق. هنا طاب مع الدواوات. شوفوا غالياتي كيفاش خرج. انا ما حبيتش نطول لكم بزاف في الفيديو، اكيد تعرفوا بلي لازم تلوحوا الدوزان هذاك على الكوكوط وتقفلوا عليها كما طيبوا كامل الحبوب. هذه برك الطريقه يعني تختلف لانه نزيدوا فيها مكونات اخرى. هنا غالياتي كان هذا هو ثاني يوم احتفال. حطينا هذا الشرشم وحطينا كذلك الشيء اللي بقالنا من السهرة تاع البارح، باسكو احنا سهرنا البارح اول يوم من يناير. بقات لنا شويه طمينه، شويه حلاوات هكا، شخشوخه ثاني تاع العشاء. هنا غالياتي نقول لكم ما تنساوش تدعموني باشتراك. مع السلامه.